اول مره اجرب فطار حلو كده في اسكندريه. شوفوا لي شده الجبنه كده. جربت النهارده مكان اسمه بقالي، وده من الاماكن القليله اللي عجبني فيه حاجات كتير. الديكور فيه كان بسيط ودافي، وفيه قطع انتيك حلوه قوي. واللي كان تحفه جدا كان ركن الالعاب اللي اتبسطنا بيه جدا كاسره، وجربنا اغلب الالعاب، ضحكنا قوي ومحسيناش بالوقت واحنا مستنيين الاكل. طبعا اهم حاجه هو الاكل. طلبنا من هناك طاستين جبنه، واحده اسمها كازابلانكا وواحده اسمها عترة باشا. كازابلانكا فيها صدور فراخ وبسطرمه، وطبعا متغرقه جبنه، ودي للناس اللي بتحب صدور الفراخ المدخنه، باين قوي فيها طعم التدخين. اما بقى طاسه عترة باشا دي للناس اللي بتحب اللحوم، لان فيها روز بيف وبسطرمه واضح فيها قوي، وطبعا جوده الجبنه مخليه الطاسات فعلا طعمها رهيب. وكمان جربنا سندوتش الشامي على المغربي، ده بيكون فيه جبنه حلوم وعليها زعتر ونعناع. التست فيهم واضح جدا للناس اللي بتحب النكهات الشاميه. واخر سندوتش كان بقالي فاخر، وده موجود فيه تشكيله جبن جوده على فلامنك على ريكفورد على موتزاريلا. طعمه بيكون غني جدا وحلو، بس خلي بالكم عشان الريكفورد ممكن تحدقوا شويه. عنوانه سهل جدا، هتلاقوه في سوتر، اول تقاطع يمين مع اول تقاطع شمال.